ها نحن مرة أخرى في صلب عالم التشكيل، وتحديدا أمام تجربة فريدة من نوعها، حيث أعلن مجموعة من الفنانين عبر فضاء الفيسبوك عن تجمع باسم نوافذ جمالية. وما هذا المعرض الواسع سوى بداية الغيث كما يقولون. فكرة المعرض، احنا الشباب التقينا على الفيسبوك، اللي كانت عندنا علاقات عن طريق الدراسة الفنية بالأكاديمية أو المعهد، أو من كان يحب اللوحات الفنية ويشاهدنا، وصار فد جروب حلو على الفيسبوك سميناه النوافذ الجمالية. بعدها ارتقينا انه نكون نشترك في معرض مشترك حتى نثبت عملنا، وبعثوا لنا بعض الرسائل الشباب، فوجدنا انه اقبال وترحيب بهذا الشيء، فبدينا في جمع اللوحات. ونشكر استاذ خالد جبار واستاذ محمد اللي اشتغلوا على هيك عمل وساعدونا في انه نقيم معرض. المعرض أقيم في قاعة منتدى بغداد بحديقة الأمة، وحضره جمهور واسع من المهتمين، وضم أكثر من 50 عملا فنيا وقعها 7 فنانين. نظم العديد من الفنانين التشكيليين العراقيين معرض باسم نوافذ جمالية. قدرنا من خلاله نوصل رسالة أنه الواقع السياسي المتعب احنا تجاوزناه بألواننا الجميلة. قدمت لوحة انطباعية تنقيطية راقصات باليه، واتمنى ان اقامه معارض جديده ونشارك فيها بالعراق. قررنا انه نعمل معرض يشوفه الغير، مو بس نحصر بشبكه الانترنت، وهذا دعم للمسيره الفنيه في العراق، وخصوصا هاي الايام يعني الساحه الفنيه شويه قليل، مو مثل قبل كانت اكثر معارض وزاخره بالمعارض. فحاولنا انه نسوي معارض جديده وافكار مختلفه، اجيال مختلفه، مدارس مختلفه، كل هاي الامور جمعناها بمعرض سميناه النوافذ الجماليه على اسم الموقع في الفيسبوك. التشكيلي خالد جبار الذي أسس مجموعة نوافذ جمالية تحدث لأبواب عن بدايات الفكرة، وكيف التمعت في ذهنه قبل أن تتحول من العالم الافتراضي الذي هو الفيسبوك إلى الواقع الفعلي الذي نشاهد الإعلان عنه في هذا المعرض. الفكرة أنه تعرض أعمالهم على الموقع، وتقام هناك ندوات وحوارات على لوحاتهم الموجودة، إلى أن استنفذت لوحاتنا، لأنه حقيقة احنا كل فنان عنده لوحات معينة. من تستنفذ الأعمال والعمل الجديد بعد ما مطروح، نطرح أعمال لفنانين عراقيين رواد، فنانين عالميين، ويبدي النقد الفني للوحات الموجودة. فظلت فكرة أنه عندنا أعمال حبيسة الفيسبوك وأعمال جميلة جدا للفنانين العراقيين، فكانت الفكرة أنه ننشئ معرض لنتاج عملي ينقل من الفيسبوك إلى